الوصايا المتناقضة هي 10 وصايا كتبها الكاتب الأمريكي كينيث كيث سنة 1968، وفي 2002 حولها لكتاب سماه على أية حال. anyway، والكتاب ده اتربى على قائمة أكثر الكتب مبيعاً في الفترة دي والفترات طويلة، وتم ترجمة الوصايا دي للعديد من اللغات، فلفتت انتباه العالم وتحولت لملصقات على الحوائط والأبواب. طب يا ترى إيه هي بقى العشر وصايا دي؟ واحد، الناس غير منطقيين في معظم الأحوال وما بيهمهمش غير مصلحتهم، فأحبهم على أي حال. اتنين، لو عملت الخير هيتهمك الناس إن ليك دوافع أنانية خفية، ولو ما عملتهوش أنت اللي هتندم، فافعل الخير على أي حال. تلاتة، لو حققت النجاح هتكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، فانجح على أي حال. أربعة، الخير اللي هتعمله النهاردة هيتنسي بكرة، فافعل الخير على أي حال. خمسة، الصدق والصراحة هيخلوك دايما عرضة للانتقاد، فكن صادق وصريح على أي حال. ستة، أعظم الرجال والنساء اللي بيحملوا أعظم الأفكار ممكن يوقفهم أصغر الرجال والنساء اللي بيحملوا أصغر العقول، وعشان كده احمل أفكار عظيمة على أي حال. سبعة، الناس بيحبوا المستضعفين ولكنهم بيمشوا ورا المستكبرين، فجاهد من أجل المستضعفين على أي حال. 8، ما تنفق سنوات في بنائه قد ينهار في عشية وضحاها، فابني على أي حال. 9، الناس دايما بيحتاجوا للمساعدة ولكن بيهاجموك لو ساعدتهم، فساعدهم على أي حال. 10، لو اديت العالم أعظم ما عندك هيرد عليك العالم بالإساءة، فاعطي العالم أفضل ما لديك على أي حال.